أنا بخاف من هذه الأسئلة. يا لهوي يا لهوي يا نهار أبيض، بيدق 3 و4 وبكرة تسمعوا باغتيال أخت لشقيقتها. مستحيل لو يموت ويطلع السما وينزل ما أرجع له. انتوا كمان داخلين على أنا بتابع مين؟ يا لهوي. وعلى فكرة ما شبعت، الحيوان ده لسه مسيطر. دارسين صح؟ تعال أدلعك. ليش أنت تعرفيني أكثر ما أعرف نفسي؟ لا. عرفتوا البوكس صح؟ تبع جوسبس. بما انهم موجودين في دبي اول شيء احب ارحب فيهم، منورين دبي. الله اعلم ايش في اسئله جوا تنتظرني، بس I'm so excited. اذا حافتح البوكس واشوف ايش ينتظرني. اسئله ما لهاش علاقه ببعض. الله يستر. مبدئيا يا لوجين، ايه سر حبك للزبيب الاسود على الصبح؟ اكيد اوكي، لاني قريت عن فوائد الزبيب الاسود، رغم ما كثير احبه بس احب الفوائد اللي وراه، فذاتس واي. كويس للقلب، كويس للدم، كويس للصحه بشكل عام، مثل المضاد الحيوي، فذاتس واي انا باخده علشان صحتي. اوكي، بما انك سعوديه بس عايشه في دبي واشتغلتي في معظم دول الخليج وليكي في المصريه شويه، ممكن تقولي لنا الكلام اللي جاي ده باكبر عدد لهجات تقدري عليه؟ يا لهوي يا لهوي يا نهار ابيض. تعال ادلعك. قولي ايه حيمنعك جنبك؟ ايه جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك. تعال بحلفك. قولي مين مقريفك. طيب اوكي، بين قوسين مقريفك معناتها ايه؟ مقريفك يعني مضايقك برضه. مضايقك. طيب انا هقراها اول شيء بالمصري. تعال ادلعك. قولي ايه حيمنعك جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك. خليني اقلبها على خليجي. تعال يا قلبي ادلعك. قولي ايش اللي راح يمنعك جنبك وما راح اتعبك والمكان اكيد مره راح يعجبك. هذه سعودي. تعال حلفك بالله. قول لي مين اللي مضايقك؟ بس عاد انا ودي هنا اكسر راسه وضايقه. والله لو كنت مكاني عمري ما راح احرجك ولا راح اقول لك لا، حقول لك على طول. ايه ولو اكيد في لبناني وفي سوري. ايه ابن عمي تعال راح ادلعك. قول لي مين راح يقدر يمنعك؟ ايه جنبك. مش هتعبك. ليه مش ما حتطلع مش هتعبك؟ ايه ما راح اتعبك، ما راح اتعبك. على فكره انا الخبط بين اللبناني والسوري شوي. ايه يدخلوا على بعض يصيروا كوكتيل مضروب. تعال بحلفك. قول لي اوكي مين مقريفك هذه؟ كيف اطلعها باللبناني والسوري؟ اي نو بالخليجي اعرفها مقريفك، بس كيف اطلعها باللبناني والسوري؟ ما عندي الكلمه المناسبه لها والمرادف. فخليها مين زعجك. بما انك اخذتي قرار الجواز بدري جدا جدا، وانا حاطي في عندي كمان جدا، تنصح البنات انهم يتجوزوا بدري ولا يركزوا على مستقبلهم الاول والجواز كده كده جاية؟ اوكي، احد فيكم شاف علا البحث عن زوج كيف كانت حتموت وتتزوج؟ وفي الجزء الجديد اللي نزل البحث عن علا، ما هي اتجوزت وخلفت بنت وخلفت ولد واخرتها ايه؟ انفصلت عن هشام، ومن بعد ما انفصلت عن هشام شافت حياتها. فانا من واقع تجربه بقول لها لا، ما تتزوجي بدري، عيشي حياتك، انبسطي. وهذا اللي انا بنصحه دائما لكل البنات الصغار اللي حوالي وحتى الاولاد والشباب، بقول له بكره حتتعرف وتنضرب وتتبهدل وتنصدم وترجع مرة ثانية تحب. اشبع، سوي اللي بنفسك، أسس حالك وأسسي نفسك وبعدين تزوجي علشان لقيتي الشخص المناسب، مش لأنه تبغى ترضي المجتمع، لأنه المجتمع عمره ما حيرضى. لا الرجال هم مش وحشين خالص، بالعكس ده بس في رجالة وحشين قوي وفي ستات. الكذب. بيقولوا الراجل معجون بالكذب. ما اعرفش يعني انتوا اللي حتجاوبوا على السؤال ده، هو صحيح؟ مع العشره ومع الخبره هتعرف تكشف الراجل الكذاب من الراجل الحقيقي. الراجل الحقيقي 10% يعني زمن بابا راح، ولا 99%، تخليها 90% علشان ما نظلم. كنت بتسرقي الروج والهيلز من اوضه مام. ما شاء الله دارسين صح. جيلان بتسرق ايه من اوضتك؟ لا انا كنت اهون من جيلان، يعني انا كنت بسرق الروج، بسرق كتاب من ماما، بسرق مثلا الهيلز وبرجعه. بنتي جيلان لا، هي بتاخذ الاشياء بس لما كانت اصغر، الحمد لله الحين تغيرت، بدور عليها وبسال العاملات عندي فين الشنطه الفلانيه، فين التيشيرت الفلاني، بعدين بشوف السناب بنتي مصوره فيهم. هنا بكتشف انه خرج ولم يعد. يس، بس انا بنبسط لما بيعجبها شيء من عندي وبتاخذه عليها بألف عافيه. هو انتوا بتاخدوا راي بعض في اللبس؟ في اشياء مختلفه بيني وبين جيلان بالذوق، بس بتنبسط لما بتيجي بيكون عندنا مناسبه وبدخل وانا ستايلست يعني، فبتقولي ماما انت ذا بيست ستايلست، انت لازم تكوني ستايلست. انا بحب طريقه اختيارك لللبس وتنسيق اللبس وتكون مبسوطه، وانا اكيد بكون مبسوطه بالنتيجه انه هي ما غيرت ولا شيء. اكثر واحده بتنسى في الكوكب، احكي لنا موقف محرج حصل لك بسبب النسيان. انا عندي مشكله في الاسماء، فاسوأ شيء لما بيجي شخص بيقول لي كيفك واخبارك، او واحده بتيجي تسلمه بحراره، فانا طبعا بستحي اني انا اسلم عليها واستقبلها بحراره اقل. فاهلا حبيبتي. فانا قاعده اقول بيني وبين نفسي يا رب تسالني تذكرتيني، لانه اذا سالتني هذا السؤال
سؤال يعني ذا اجلي تروث حتبين، فعلى طول بقول لها اكيد اتذكرك بس اسمك انا عندي مشكله، عندي ذاكره السمكه، وانا بكون لا فاكره اسمها ولا فاكره شكلها ولا فاكره وين شفتها، بس ما اعرف الموقف المحرج يعني. قلتي لي انك ما عشتيش قصص حب في مراهقتك عشان الجواز بدري، صحيح مزبوط. هنا بقى عندنا سؤالين، انا بخاف من هذه الاسئله. هل يدق القلب بعدما بنعدي بتجارب حياتيه كثيره، ولا العقل بيكون مسيطر اكثر في الوقت ده؟ للاسف الحيوان ده لسه مسيطر. اوكي، هل ممكن يدق القلب ثاني بعد تجربه اولى، ولا القلب يدق مره ما يدقش مرتين؟ لا، يدق مرتين وثلاثه واربعه وخمسه. ليه لا؟ الحياه حلوه، والحياه من غير حب يعني زي الاكل من غير ملح، فلو ما دورتش عليه هو حيجي لك، بس المهم انك تفتح له الباب. القلب يدق مره ما يدقش مرتين، بيدق ثلاثه واربعه وممكن خمسه وسته. احنا عارفين انك مش بتهتمي بالنقد تماما. ايه الحاجه اللي عملتيها وكنت عارفه ان الناس هتنتقدك عليها بس ولا فرق معاكي؟ والله سابقا صح، كنت بهتم بالنقد، كنت بهتم اني ارضي كل الناس. بعدين وصلت لمرحله عمريه ومرحله من التجارب اكتشفت انه لو اعمل ايش ما اعمل مستحيل كل الناس ترضى. حيطلع لك في جزء من الناس راضيين، في جزء الناس معارضين، في جزء الناس هم نفسهم مش عارفين ايش يبغوا في حياتهم وبيحبوا اصلا ينتقدوا، بيحبوا يعارضوا دائما لا قبل ما يسمعوك. فبقى مش فارق معايا اي حد، مع احترامي للجميع اكيد. اللي بيفرق معايا اهلي انهم بيكونوا راضيين مبسوطين فخورين، والناس مع احترامي الشديد لما بكون واثقه انه انا عامله الشيء صح ما يفرق معايا ابدا. اوكي، حتكوني بزنس وومن لو ما كنتيش مذيعه؟ ايه نوع البزنس اللي ناويه تكوني مسؤوله عنه؟ بتمنى يكون عندي فاشن لاين، يعني اذا حسميه حاعطيه شيء من اسمي، لايك ليدي لو مثلا، فحيكون اللوجو LL. لولو عاده، لولو بس اكثر شيء لولو، فذاتس واي اللوجو اتس LO، اختصار للولو واختصار للوجين عمران. اوكي، ليه لوجين عمران صديقتك الاولى في زعلك وفرحك واللي بتتكلمي معاها دايما هي انت؟ مين الشخص اللي ممكن تتكلمي وتحكي له الكلام اللي كنتي بتقوليه لنفسك؟ انا بزعل على الناس اللي ما فيهم يحكوا مع حالهم، يعني في ناس بيفتكروا هذه مجنونه بتحكي مع حالها، يعني بتحكي معها ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال بكون جوعانه، وش حصل لي البارح بالليل الساعه 1 والمفروض اني ما اكل 1 لانه حنام، فجوعانه اكل ما اكل فصار في هذا الحوار ما بيني وبين نفسي، لا ما تخليك شيء في نفسك، والواحد ما بيعيش الا مره واحده، وانت جوعانه وكلي، وبكره تعاقبي نفسك وما تاكلي، بس انت جوعانه كلي. هذا النص اللي فيني الاولاني. النص الثاني حتندمي اذا اكلتي، حتندمي وحتروحي تنامي وتقولي انا ايش هببت وايش سويت ويا ليتني ما اكلت، ومعقوله ما يكون عندي اراده قويه ما تاكلي، لانه حتندمي وحتزعلي من حالك. واخر شيء طلبت اكل واكلت، وعلى فكره ما شبعت، وكنت حطلب مره ثانيه بس الجزء الثاني تغلب على الجزء الاول في بما انك متابعه رضوى الشربيني حبيبتي وبلقيس على انستغرام، يس انتم كمان داخلين على انا بتابع مين يا لهوي. اوكي، عاوزين منك كويت فكراها لرضوى الشربيني وتغني اغنيه بتحبيها لبلقيس، بلوك اكيد يعني. اوكي، وعلى فكره يعني بجد انا بسمي نفسي وبكل فخر ملكه البلوك، يعني في من صحباتي بيقولوا بليز ما تعملي بلوك، الفولورز عندك حينقص، ما ينقص بالناقص. يعني انا بيهمني الكوانتيتي اهم من الكواليتي، انا بيهمني يكون عندي والله 10 محترمين بيحترموا حالهم اول شيء وبيحترموني وبيحترموا الموجودين في حساباتي بالسوشيال ميديا اللي انا بعتبرها بيتي، احسن انه يكون عندي 100 كل واحد بيستعرض عضلاته في الوقاحه وقله الادب والنقد الجارح، ومش بالضروره ينتقدني انا، يعني انا ممكن اكون طالعه معك يا مهدي في الصوره فبيكونوا عم بينتقدوك وبيمدحوني، لا المحترم محترم مع الكل، والوقح اذا صار وقح مع احد من اللي حواليك حيكون بكره وقح عليك بلوك. بلقيس والله تعجبني اغانيها بالذات اللي بتدعم المراه وبتقويها بتخليها قويه. انتهى إيه هذه اغنيه انتهى، انا بقولها لكل واحده تحس نفسها ضعيفه وتحس انه مش قادره تخرج من علاقه هي فيها الطرف الاضعف، اسمعيها يا حبيبتي حتقوي قوي. واعتذر من بلقيس مسبقا على اللي حتسمعه. انتهى لا حبه لا كرهه، قلبي معي لها وحبه وحبني بدون حيل، ولو علي ما يطرهم علي، لو ما في غيره حي ارجع له، مستحيل لو يموت ويطلع السماء وينزل ما ارجع له. زيديها يا بلقيس هذه عندك. والله انا بغني لما بكون مع صحباتي سهرانه وكذا، بيكون عندي الجرأه وبعض الاحيان الوقاحه اني انشز. بس ما بيهمني اني اغني صح قد ما بيهمني انه احنا بنستمتع وبننبسط. بما انك من عشاق اكل السمك ما شاء الله عليكم، قولي لنا مين السمكه اللي ممكن تغرق في الميه؟ ليه السمك ما عندوش مين السمكه اللي ممكن تغرق في الميه؟ السمكه اللي بتستعبط اكيد يعني، لو مش بتعوم هتغرق. دولفين مثلا، حاجه الناس بتخاف منها. شارك. وعلى فكره معلومه ليكم كمان، الشارك ما بيعيش في اي بيئه بحريه، لازم بيئه بحريه نظيفه قوي. ليه السمك ما عندوش رقبه؟
الجهاز الهضمي تبعه مختلف عن جهازنا الهضمي، فمش محتاج رقبه. ليه ما عندوش رقبه؟ ده هو علشان تسهل حركته في السباحه. على فكره انت ما شفت عندنا في الخليج كيف يقلعوا؟ ما شفت مريم فارس لما تقلع؟ هذه معلومه جديده كمان. ثانك يو. ليه السمك مش بيزهق من حوض السمك؟ لانه بينسى انه هو في حوض السمك اساسا. ما ذاكرته قد كده صح؟ جدا. الحمد لله. الحمد لله. ما قلت لك انا عندي ذاكره سمكه بس كثير. اوكي، مين السمكه اللي بتعرف تعوم لورا؟ الدولفين. ما انت ما شفت الدولفين لما في الشو تبعه حيه البحر ولا اسمها ايه؟ صغيره، في منها صغيره قوي، في منها وسط وفي منها كبيره. ما كل حاجه في منها صغير ووسط وكبير. جمبري. هو كائن بحري بس مش سمكه. قشريات. عاوزينك توجهي رساله معينه لشخص معين وما تقوليش مين الشخص ده. رساله حلوه ورساله وحشه. وحشة؟ أنا حوجه لأحد أغنية من أغاني راشد الماجد. أنا صاحي لهم وعيني عنهم مش غافلة. صح بس بمزاجي طبعا أعدي بعض الأمور. قول لنا حاجة ما حدش يعرفها عن أسيل عمران. أسيل عمران أنا خاف أقول شيء ما حد يعرفه إلا أنا، وحتعرف إنه أنا اللي عرفته، وبكرة تسمعوا باغتيال أخت لشقيقتها، فما لا داعي. وأسيل أصلا كتومة كثير كتومة. لا يعني أسيل موضوع إنه هي بتحب الأكل أول، هذا الكل يعرفها يعني ما شاء الله. أسيل مش انطوائية ومش اجتماعية، بس بتحب جلسة البيت كثير لدرجة انه في عيد ميلادها بتطلب منا احنا واصدقائها والاهل انه اذا احد يبغى يجيب لي هدية يجيب لي بيجامة. اوكي خلصنا البينك، داخلين على الاخضر. ويا ساتر معلومات عامة. في كام دولة على حدود السعودية؟ أعد عادي؟ أوكي. في مصر، تحت السودان، في اليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق. 8 6 مستحيل، بس 6 متأكد؟ مين هم؟ ماشي. عندك من الشرق دولة قطر، من الشمال العراق والأردن، من الجهة المالية الشرقية دولة الكويت، من الجهة الجنوبية دولة اليمن، من الجهة الجنوبية الشرقية سلطنة عمان، والجهة الغربية يحدها البحر الأحمر. هي البحر الأحمر إيه؟ بس لأنه يعني البحر الأحمر مشترك بيننا وبين مصر. أتذكر يعني الدروس الجغرافيا إلا إذا تبغى تشكك أنت يعني في وزارة التربية والتعليم إنه كانوا بيدرسونا غلط. أوكي بس لا، بس عندك البحرين which is 25 كيلو في الشرقية، منطقة الشرقية 25 كيلو بين السعودية والبحرين، وفي قطر وفي الإمارات. ما في، مش ممكن نزعل حد. إيه ألغينا العلاقات وألغينا الحدود خلاص وبقينا مش جيران؟ لا. إيه سبب ظهور السماء باللون الأزرق؟ لأنه هو مش بس باللون الأزرق، هي بتنعكس حسب يعني البحر لو كان، لا لحظة، هو البحر أزرق لما تكون السماء زرقاء. إيه صح. هو ليه؟ اوكي هي الغيوم بيضة بس السماء مش دائما زرقاء. بالنهار بتكون زرقاء عشان الشمس، وعلشان الاشعه اللي بتطلع من الشمس بتعكس وبتذوبها، لانه في الليل ما في شمس بتصير سوداء، فمعناته الشمس لها علاقه. طب هقول لك ليه. بصي، لان ضوء الشمس بيفقد جميع الوانه المتكونه الوان الطيف لما بتخترق طبقه الغلاف الجوي. هذا اللون الازرق. لازم اكون مدرسه بقى. اي هو اكيد له علاقه بالشمس وله علاقه بالاشعه اللي بتعكسها الشمس. لما بينزل المطر بقى بتشوف الالوان رينبو، قوس قزح السبعه، ولما ما يكون مطر وجاف. طيب ندخل على موضوع البحر. وليه البحر ازرق؟ لانه بيعكس السماء الزرقاء. اوكي مين العالم اللي اخترع الديناميت؟ الله يسامحه ويرحمه بقى ويبشبش الطوبه اللي تحت دماغه، مش عايزه اعرفه. اخذ جائزه السلام مثلا. هو لما حس بتانيب الضمير بعد ما اخترع الديناميت عمل هذه الجائزه صح؟ اسمها ايه؟ نوبل. أنا أتذكر الحين تذكرت أنه فعلا هو حس بتأنيب الضمير لما اخترع الديناميت، فعلشان يكفر على الذنب عمل جائزة نوبل. أوكي مين الحيوان اللي لو فضل فاتح بقه أكثر من دقيقة يموت؟ أنا بعرف حيوانات لو قفلت بقها أكثر من دقيقة بتموت. هو حيوان برا البحر صح؟ برمائي مش السلحفاة. بنط غير الأرنب. في حاجة بتنط وبتخش المية؟ بنط. دولفين. ضفدع. هو ابن عم الدولفين. اوكي ايه اول صوت بيميزه البيبي؟ صوت امه صح؟ انا ماما شاطره. كم عدد الناجين من سفينه التايتانيك؟ 700 حاجه؟ 720 مثلا؟ 707 706 702 706. ايه هو لون البحر؟ لون البحر حسب لون السماء. هو شفاف. لا هو شفاف، بس لما تكون السماء صافيه بقى وزرقاء بيكون البحر ازرق، ولما بتكون حتمطر ورماديه يبقى رمادي، تقعد في البيت احسن. ايه هي تاني اكبر دوله عربيه من حيث المساحه؟ الجزائر. ايوه. انا قاعده اتذكر الرسومات ايام الجغرافيا في الابتدائي. ايه البلد اللي كانت بتبيع زهره التوليب في القرن ال17 اغلى من سعر الذهب؟ اوكي انا قاريه هذه المعلومه بس مش ذاكرتها لي. هولندا صحيحه؟ اوه طيب في 13 ثانيه عايزك تقولي 4 فنانين اسمهم يبدا بحرف الالف. اوكي احمد حلمي واحمد زكي، امل عرفه، احسان عبد القدوس. ماشي. طب 4 خلاص. هو 13 ثانيه واربع اسماء مش 13 اسم في 4 ثواني. سؤال سهل جدا. لما تكتب سؤال سهل جدا معناته العكس. هتاكد
أغنية إليسا غنتها لفصل من فصول السنة، وأغنية غنتها لحاجة موجودة في العربية والحمام والأسانسير. إليسا غنت شيء عن أواخر الشتاء، أغنية غنتها لحاجة موجودة في العربية والحمام والأسانسير. ما هو العنصر المشترك ما بينها؟ مراية. مرايتي. يا مرايتي صح. أوكي، اسم فيلم فيه اسم شخص بالعربي. عصابة توتو حمادة مثلا فيها شخصين مش شخص. دلوقتي الفاينل. تعرفني في اللعبة دي حتجاوبي على كل الأسئلة بسرعة جدا، وبعدها حتكلمي حد قريب ليكي جدا وتسأليه نفس الأسئلة عشان تعرفي هو عارفك كويس ولا لا. ايه الاكله اللي ممكن تاكليها كل يوم عادي وما تزهقيش؟ المشكله لو هكلم احد مين ما يكون ما حيعرف، لانه انا نفسي مش عارفه. انا ممكن اكل الزلط، يعني باكل الاخضر واليابس فالحمد لله، بس السي فود ان جنرال ممكن اكله كل يوم عادي اعيش عليه. يعني اكثر كتاب بتحبيه؟ قواعد العشق الأربعون، حبيته كتير. بتعملي ايه عشان تفصلي او تسترخي؟ موسيقى بقى وشموع. من 1 إلى 10 أنت غيورة بنسبة قد إيه؟ حسب غيرة من الشغل 0 حتى مش 1، غيرة لو على حبيب 100. إيه الطرق اللي بتستخدميها عشان تقفشي على أولادك؟ أنا عندي سلاح قوي وبيكرهوا أولادي، إجنور، ما بكلمهم، ما برد على اتصالاتهم، ما برد على مسجاتهم، وفي مرة واحدة عملت بلوك. أكثر حاجة بتحبيها في شكلك وفي شخصيتك؟ بحب في شخصيتي أني ممكن أتأقلم في أي جو من الأجواء، بكون مبسوطة في البحر وبكون مبسوطة في البر، وممكن أكل شاورما على الرصيف، وممكن أكل في ميشلان ستارز. بتأقلم مع كل الأجواء. I never complain، فالحمد لله. في شكلي الحمد لله على كل شيء، يعني ما في شيء معين أحبه في شكلي صراحة to be honest، يعني بس دائما بقول الحمد لله رب العالمين على كل شيء. أوكي، ممكن بقول لك شيء، بحب ضحكتي، أنا بضحك كثير، بس لأنه لما بضحك من قلب، ما بضحك بمجاملة أبدا، فبحب أضحك كثير صراحة، لأنه أنا بعرف إنه الضحك كذا بخليني مبسوطة. إيه أحلى هدية جت لك من أسيل؟ والله أشياء كثيرة صراحة، يعني أسيل دائما بتهديني بمناسبة ومن غير مناسبة. الصراحة لما بقعد أفكر تطلع بوب أب كل هداياها حلوة، كل هداياها حلوة. يس. أوكي، لو عندك سوبر باور تبقى عندك، هتختاري طاقية الإخفاء، رغم انه عارف انه حشوف اشياء مهببه ب60 نيله وحازعل. لا بلاها، انسحب. لا مش طاقيه الاخفاء ابدا، نو. لا، يكون عندي عصا سحريه، لما احد يقدر يطلب او يتمنى شيء اقدر احقق له اياه، يعني اكون جيني، عارف اللي في فانوس. ايه الحاجه اللي ممكن تعيطك في ثانيه؟ اي شيء بيخص عائلتي، اي شيء. يعني بابا قبل يومين بعث لي اغنيه على الواتساب، وانا كنت جايه حاعمل ميك اب بقى وعندي تصوير، وعيط وامسح وغير المود وارجع اذكر الجمله اللي انقالت، انه انا بما معناته يعني بجد قلت لك انه انا بحبك وما فيني اعيش من غيرك، وارجع اعيط مره ثانيه. فهي الاشياء الايموشن اللي كثير بتعيطني. يعني امتى ممكن صوتك يعلى؟ قليل ما صوتي يعلى، بس لما اللي قدامي بيعلي صوته وبيفتكر اني انا ساكنه بادب، ساكته يعني لاني انا خايفه مثلا، فهو بيشوف الادب خوف، لا هنا صوتي بيعلى، بس للاسف بيعلى برجفه، لانه بكون معصبه وقتها. لما بكون قليل ما بصارخ، بس لما بصارخ على شيء ما تبغى تشوفني. انا نفسي بكره نفسي. حاجه نفسك تتعلميها؟ اشياء كثيره صراحه، يعني ودي اتعلم العزف مثلا، العزف على اي آلة موسيقيه عشان لما اكون لوحدي اعزف لنفسي. لون بتحبيه جدا؟ بحب البينك. شوف السولة. هاي حبيبي. هاي حبيبي، شو الاخبار؟ جود الحمد لله. مشغوله؟ نوب. اعترف انت وين؟ بالسيارة. لا ما في شيء حبيبي، انا قاعده اعمل انترفيو لقاء وفي فقره اسمها تعرفني، فانا جاوبت على الاسئله ويبغوا يشوفوا اذا انت تعرفيني صحيح ولا لا. اوكي. انت على سبيكر. اوكي. طيب، اول سؤال، ايه الاكله اللي ممكن اكلها كل يوم عادي وما ازهق؟ سلطة. صح، قسم بالله تعرفني احسن من نفسي. صح، انا قلت كنت عايشة على السلطات انت. ايه فعلا، على فكره هي اقسم بالله تعرفني اكثر من نفسي، لانه انا قلت انا ممكن اكل اخضر واليابس، او ممكن اعيش على السي فود، بس صح سوري، اعطوني 0 اعطوها 1، لانه فعلا انا احب السلطات وممكن اعيش على السلطات كل يوم، غدا عشاء فطور ان بتوين. اكثر كتاب حبيته او احبه؟ تحبي هذا بالاصفر، ايش اسمه؟ ليش نسيت اسمه؟ ليش انت تعرفيني اكثر ما اعرف نفسي؟ لا دائما تقري وتحطي جنب سريرك، تقري فيه جمل احيانا. بسيط. ايش اسمه؟ صح، جنب سريري. مهم بالاصفر. اوكي صح يس، مهم بالاصفر. انا قلت قواعد العشق الأربعون، هذا او ال40. ايه هذا يعني حبيته، بس اللي ما زلت مو دائما. يعني قريتيه مره، بس هذاك ترجعي تقري اكثر من مره. ممكن ننهي المكالمه؟ اسيل انت جاوبتي واقسم بالله تعرفيني اكثر ما اعرف نفسي. يبغى لنا جلسه باي ذا واي. تعملي ايش عشان تفصلي وتسترخي؟ تحطي ميوزك تحبيها، تعملي لك الشاي بالخلطه اللي انت تحبيها، وتنزلي اضاءه البيت وكذا تقعدي
تقعدي مع نفسك تقري الكتاب اللي تحبيه sometimes. اقول لكم تعرفني احسن من نفسي. اوكي، من 1 إلى 10 انا غيوره قديش؟ حب ولا صداقة؟ اها، تعجبيني معلم. ما انا قلت لهم الشغل شيء وفي العاطفه شيء، فانت جاوبي كصداقه او على المستوى المهني او على مستوى الصداقه. انت كصداقة ما عندك موضوع الغيرة كثير. في الشغل you're so professional تفصلي. بالصداقة I mean انت مو من نوع في نوع من البنات مثلا اذا صاحبتها تعرفت على احد ثاني ولا اهتمامها راح ممكن تغار، انت مو من هذا النوع ابدا. الحمد لله. بالعكس انت يغاروا عليكي. في الحب غيورة بس ما تحبي كثير تبيني، يعني انت قوية. حتى لو في غيرة مو من النوع اللي تنكسري او تبيني كثير. هذه صح، يعني ممكن اغار 1,000,000% بس ابدا ما ابين انه انا غيرانه. فالطرف الثاني بفتكر انا عديمه احساس، بس لا يجرب غيرتي لانه you're not. بالعكس انت كثير حساسة، بس من النساء القويات اللي ممكن يخبوا شوية مشاعر الغيرة، لانه يعني بالاخير احس انه انت عارفة قيمة نفسك كمان، فاحيانا الغيرة تبين ضعف نوعا ما. I love you سوس حيوانة. ايه الطرق اللي بتستخدميها عشان تقفشي على اولادك عشان عاقبهم؟ سكوت، انه ما تكلميهم. واو اكزاكتلي اختي جدا. طيب اكثر حاجه بتحبيها في شكلك وفي شخصيتك؟ يعني في شخصيتي وفي شكلي ايش الاشياء اللي انا اول شيء احس السؤال شويه odd عليكي، لانه to you it's not about the look. احس اكثر شيء تحبيه بشخصيتك، اصلا احس هذا السؤال ما يناسبك، بس overall راح اتكلم من وجهه نظري this time. انت حنونه كثير، احيانا ما تحب الحنيه الزايده. اوكي ويت خليني افكر again. تحبي بشخصيتك اجتماعيه وتعرفي تلمي الناس دائما معك، يعني تكرهيها وتهان عادي. انا نفسي احترت في نفسي. اوكي بشكلك I think overall انت ككل امرأة جميلة وتعرفي كيف تلبسي وتتأنقي، ومؤمنة انه كل مرة جميلة بس لازم تعرف كيف تهتم بحالها. I love you. هم سألوني ايه احلى هدية انت جبتي لي اياها؟ وجودي. I'm joking. شفتوا حبيت ثقة بنفسي وعرفتني، عارفة كيف انا متعلقة فيها واحبها. احلى هدية جبت لك اياها مادية ولا معنوية؟ whatever يعني overall هم بس حطوا انه احلى هدية جت لك من عند أسيل. ما ادري. شيء واحد ما اعرفه. ايه انا نفس الشيء قلت انه فعلا انا ما اعرف، لانه كل شيء تجيبيه حلو يعني. I think to be honest spending ان احنا نقضي وقت مع بعض او انه نقعد مع بعض من احلى الاشياء اللي ممكن نقدمها لبعض انا وانت، سبيشلي ان احنا نسافر كثير ومشغولين عن بعض كثير. So I think الهدية منك واحلى هدية مني انه احنا نقضي وقت مع بعض لحالنا من غير الناس اللي حوالينا دائما. حيوان احبها. اوكي لو عندي سوبر باور اوكي ايش راح اختار؟ من ايش؟ اعطيني خيارات، انه في مليون الف سوبر باور. اني اكون فانوس سحري مثلا احقق امنيات الناس، او انه يكون عندي طاقية الاخفاء البسها واعرف الناس ايش تسوي وايش تفكر، او اني اطير. لا مش انك تطيري. اوكي ممكن عندك فانوس سحري. يس. اكون انا جيني داخل الفانوس السحري. Yes this is you. ايه الحاجة اللي ممكن تعيطك في ثانية؟ كل شيء. بس موستلي اي شيء متعلق بالعائلة والفاميلي. You're my sister. امتى ممكن صوتك يعلى؟ نادرا. بس اذا على معناته في شيء سيريس. يمكن لما احد يغلط او يتعدى حدوده. يس. ولما احد يقرب لما احد تحبيه من اهلك او اولادك. ايه لا احد يقرب. اوكي صح. حاجه نفسك تعمليها تتعلميها؟ مبدئيا انت قاعده تاخذي دروس في التمثيل، فاي ثينك this is one of the things اللي كان نفسك تعمليه. يمكن I don't know. Is it piano? يس. العزف، اني اعزف على آلة موسيقية. السؤال كل العالم تعرفه. اللون اللي احبه بينك. ساعدنا في البينك. كرهوا البينك من وراي. حبيبي ثانك يو. سوري انه انا في الامتحان. يس بيج تايم. خطيرة أسيل والله. بيقول لك انت خطيرة. كم حتدفعي؟ نعم. خطيرة ومادية. love you see you ويومك سعيد يا رب. يا حبيبي انت كمان. الله معك. باي باي.